يلا كده معانا مجموعتين. المجموعة الأولى الحجر التركواز، المجموعة التانية الحجر البينك. اختار مجموعة من المجموعتين ويلا نشوف علاقتك بشريكك أو الشخص اللي انت حطيته في بالك ايه، أيا كانت برجه أو برجك. يلا كده نختار الحجر التركواز، هنبدأ بيك. يلا نسحب أول حاجة يعني كارت لطاقتك. يلا اخترت الحجر التركواز، كارت لطاقتك. ولا اختار الحجر التركواز. انت طاقتك ممكن تكون منفصل عن حد، والانفصال ده ممكن يكون عدى عليه وقت، فانت عرفت تجمع استقرارك او تكون سعيد بعد الانفصال ده. يعني قعدت ترتيب حياتك مرة تانية بحيث ان انت تكون اكتر استقرار وثبات بعد الانفصال. شايفاك متفائل وبتدور على بداية جديدة، عندك حماس وطموح. انت كنت داخل علاقة عاطفية بكل طاقتك، والعلاقة دي فشلت للبعض لأن العلاقة دي كانت ثلاثية أو لأن الشريك اختار طرف تالت. بس انت قررت تسلم الموضوع لربنا وتعيد استقرار حياتك مرة تانية. ممكن يعني بتحاول شفاء الألم اللي جواك، بتحاول تتوازن بعد اللي حصل، لأن الحدث ده كان مؤلم أو العلاقة دي كانت مؤلمة جدا بالنسبة لك، فأنت بتعيد ترتيب حياتك في الوقت الحالي. طيب خليني كده أشوف. أول حاجة نظرتك أو وضعك في العلاقة عامل ازاي، وضعك مع حبيبك في العلاقة عامل ازاي، انت شايف شريك حياتك ازاي، شايف العلاقة ما بينكم عاملة ازاي، ايه اللي بيقوي العلاقة ما بينك وما بين حبيبك، ايه اللي بيضعف الاتحاد او العلاقة ما بينك وما بين حبيبك، طموحاتك، عايز ايه من حبيبك، ايه اللي بيقلقك او بيخوفك من العلاقة دي. طيب اول حاجة وضعك في العلاقة. والله العلاقة دي يعني كانت علاقة قدرية. العلاقة من ساعة ما دخلتها وهي ما كانش فيها لحظة ثبات أو استقرار، طول الوقت بتمر بتقلبات وتغيرات. ما كنتش عارف تستقر أو تلاقي لحظة هدوء من ساعة ما دخلت العلاقة دي. يعني حياتك كانت كل يوم في تغير. انت يعني كنت في وضع احتياج للحب. ممكن كنت متألم جدا من أسرتك ومن الناس اللي حواليك، وكنت مخذول جدا منهم وتعبان. ففجأة الشخص ده دخل في حياتك، فانت فكرته ان هو الشخص اللي هيعوضك عن الألم اللي عشته مع أسرتك أو مع عيلتك. طيب انت شايف شريك حياتك ازاي أو نظرتك لشريك حياتك. والله هي نظرتك ليه. انت بتشوف انه حد مستقر محقق نجاحات او استقرار في حياته، مستقر ماديا، ممكن يكون شايف انه مرتبط او متزوج. شايف ان حياته ماشية تحت سيطرته وانه بيعمل اللي هو عايزه. شايفه برضه ان هو ممكن يكون مستقر ظاهريا او ماديا، لكن داخليا مش مستقر او مش مرتاح نفسيا. شايفه برضه ممكن تكون شايفه ان هو يعني مريض عقليا أو محتاج يتعالج، لكنه يعني قدام الناس بيبان ان هو شبح، يعني مفيش حاجة ناقصاه. انت شايف ان في تعارض كبير ما بين الداخل والظاهر يعني. شايفه برضه ان هو شخص مخادع او كذاب. طيب يعني الاتحاد ما بينك وما بينه
أو العلاقة دي عاملة ازاي؟ والله هي العلاقة دي تفتقر إلى الوضوح والمصداقية يعني. ممكن الشخص ده يعني العلاقة دي محتاجة في الوقت الحالي قرار حاسم أو إن هو ياخد قرار، والعلاقة واقفة على قراره. انت ممكن تشافيت والشخص ده عمال يرجعلك وهو مش متشافي، فانت يعني مش عارف تتقبله ازاي، لأن ممكن لو في طرف تالت عائق في العلاقة سواء أهل أو أصدقاء أو زوجة فهو محلش المشكلة برضه. انت يعني عايزه لما يدخل في حياتك تضمن ان هو يحقق لك السعادة، الوضوح اللي انت بتدور عليه. عايزه يكون جاي بنوايا واضحة وصريحة، عايزه يكون صادق معاك. مش عايز تحس انك مرتبط بنفسك، يعني انت عايز تحس ان انت في علاقة حقيقية وان الشخص ده موجود معاك انت مش مع حد تاني يعني. طيب اللي بيقوي العلاقة ما بينكم هو ان انتوا بتتكلموا مع بعض كتير. في انتوا الاتنين عندكم فضول او اهتمام ببعض. بتتكلم، ممكن حد بيتكلم والتاني بيقعد يسمعه بالساعات، يعني ممكن هو ده اللي بيقوي الرابطة ما بينكم. شايفة يعني برضو اللي بيقوي الرابطة ممكن ان حد فيكم ذكي جدا ومثقف وليه وجهة، على الأغلب ده انت ممكن عندك وجهة نظر عالية، ذكي جدا، حكيم، بتشوف الأمور دايما بمنظور مختلف، عندك خبرة كبيرة في الحياة، فبتقدر تتقبل الأشخاص وتتقبل شخصياتهم، تتقبل ظروفهم أوضاعهم زي ما هي. شايفاك برضو اللي بيقوي الرابطة ما بينك وما بينه هو ان انتوا عندكم نفس الاهتمامات، نفس الأهداف المالية ممكن أو الاستقرار، من نفس التفكير العملي والمنطقي المادي ممكن. اللي بيضعف الاتحاد ما بينكم هو يعني التردد، وان الشخص ده ما بياخدش قرار واضح في ان هو يخليك في حياته وانت مش راضي عنه، زعلك انت عنه. اللي بيضعف الاتحاد ان الشخص ده بيقدم لك طاقة حب يعني بريئة جدا ولكن مراهقة جدا، ما فيهاش اي مسؤولية، ما فيهاش اي التزام. واضح برضه ان انت حد حساس وعاطفي ورومانسي وكل حاجة، بس انت يعني بدأت تلتفت لنفسك وانت مش عايز حد يستغل طيبتك او براءتك او صدق مشاعرك، فده برضه مأزم العلاقة في الوقت الحالي. امالك من العلاقة دي والله هو واضح ان انت صبرت كتير وما خدتش حاجة يعني، فانت طموحك انت عايز تمشي يعني انت مليت من الانتظار على امل ان الشخص ده يتجوزك او ياخد قرار او حاجة، ولكن ما عملش اي حاجة، النوايا غير واضحة. بيجي يقدم مشاعر فقط، فانت يعني مليت، انت عايز يعني يكون في عدل في العطاء والأخذ، لأن ممكن الشخص ده يعني أخد منك مشاعر كتير وما وضحلكش برضو أي حاجة، فأنت يعني عايز يكون في وضوح وعدل في العلاقة. وأمالك إن أنت يعني أنت عايز الشخص ده يبعد عنك بأي شكل وتعيش حياتك في سلام وهدوء زي الأول، يعني أنت شايف إن الشخص ده درس وتعلمت منه، يعني مش عاطي أمل في القصة، لأ، يعني انت شايف ان ده درس وعلمك احلى درس وخلاص يعني. لا يلدغ امرؤ من جحر مرتين يعني، مش هتخبط على قفاه مرة تانية يعني، فانت محرص من الشخص ده قوي يعني. اللي انت قلقان بشأنه والله هو انت يعني قلقان بشأن يعني ممكن انت قلقان والله انا شايفاك حد متشافي متقلقش قوي يعني، انت قلقان بعلاقتك مع ربنا ما تكونش كويسة، ان ربنا ما يسامحكش في اللي حصل في العلاقة دي زمان. انت يعني امالك كلها جواز استقرار، فممكن اللي انت قلقان عليه او خايف عليه ان العلاقة دي ما توصلش لزواج او ترسيم او ان انت ما تتجوزش بشكل عام يعني. فانا شايفاك عندك اهداف وامال سامية، ممكن انت متشافي تماما من الشخص ده، فسواء يعني الجواز معاه او مع حد تاني انت جاهز للزواج دلوقتي، واللي قلقك ممكن انت يعني عايز توصل للهدف ده في اقرب وقت ممكن. طيب خلينا كده نشوف
دورك انت في العلاقة دي مع الشخص ده ايه؟ دورك في العلاقة، دور الشريك في العلاقة ايه؟ والله هو دورك انت في العلاقة دي، انت واضح ان انت كنت الشخص المعطاء الحنون الرومانسي اللي بتظهر مشاعرك، كنت حد ناضج جدا ومتشافي من أول يوم دخلت في العلاقة وانت بتقدم طاقة حب قوية جدا للشخص ده وبتدعمه وبتديه طاقة إلهام، وعندك كان طاقة حادثة قوية، كنت مصدق في مشاعرك. دور الشخص ده ممكن دوره ان هو كان حد يعني مش بيهتم بأي حاجة، حد عشوائي جدا في الحياة، حد كان كل أهدافه عملية بحتة، وكان إنسان مادي جدا، فكان دوره إن هو يهملك أو يطنشك يتجنبك لحد ما انت تفوق للمشاعر دي، ولحد ما هو كمان يتحول ويبقى زيك. يعني انت في البداية كنت في طاقة ملكة المشاعر، والشخص ده يعني تعب على دوره لحد ما وصل لإن هو يكون ملك المشاعر، فانت اللي حولته لطاقة دي، انت اللي ممكن شفيت الشخص ده وحولته لحد يفهم في الحب والمشاعر، لأن هو قبلك ما كانش عاطي أهمية للحاجات دي، كان ماشي بشكل عشوائي في الحياة، كان عاطي أهمية للعمل والفلوس والشغل أكتر، ما كانش بيعمل الحاجات دي. فلما يعني اتعامل معاك الشخص ده يعني بدأ يفهم عن المشاعر أكتر، بدأ يفهم عن الحب، بدأ يحبك ويرتبط بيك بشكل حقيقي. نتيجة العلاقة دي ايه؟ نتيجة العلاقة مع الشخص ده ايه؟ والله هو نتيجة العلاقة مع الشخص ده، والله أنا شايفة إن الشخص ده يعني العلاقة معاه ما بتتطورش بالساهل يعني. شايفة نتيجة العلاقة هو الشخص ده يعني خلاك تفوق للجانب الجسدي منك أو الرغبة الجسدية عندك، توازن الموضوع ده، تقدر الأشخاص اللي بتحبك بجد مش الأشخاص اللي بتجيلك في وقت احتياج. فالعلاقة دي واضح إنها on و off، وإن الحب فيها مش مستقر، علاقة يعني فيها تذبذب شديد نتيجة إن شخصية حبيبك ممكن مش متوازنة، فالعلاقة بيبقى فيها يعني تذبذب on و off، طاقة انجذاب وتعلق كبير وبعدين نسيب بعض وهكذا. واضح ان الشخص ده مش ناضج وكان معتمد عليك ان انت اللي تقدم الحب والمشاعر، كان العلاقة دي شبه علاقة الأم وابنها أكتر من كونها يعني علاقة حبيب بحبيبة، فما فيش تكافؤ في النضج والشخصيات. الشخص ده يعني عايزك طول الوقت تفهمه وتتقبله، مهما غاب أو كده ترجع تستقبله بالأحضان، وده يعني أنا شايفة إن نتيجة العلاقة دي إنك هتفهم إن الشخص ده مشاعره تجاهك مش مستقرة وإن هو حد مش متزن، وإنت اللي هتبعد بنفسك. يعني شايفاك يعني أصبحت أكثر عقلانية وجدية جدا، ويعني مش هتقبل من الشخص ده أي مشاعر غير مسؤولة، أي حب بدون نضج، أي وجود أو مبادرات، لأن الشخص ده بيبادر لك كتير قوي وبيحاول دايما يرجع لك ويلف يلف ويرجع لك، والعلاقة دي مش هتنتهي أبدا مهما حاولت، كأنها فيها طاقة حب قدري أو طاقة حب لا مشروط. ولكن اللي باقي إن الشخص ده يبطل كذب وتلاعب ويستغل الفرصة حقيقية، بدل ما هو يحاول إن هو يسرقك يحاول يخليك تبقى موجود في حياته بطريقة شرعية، لكن الشخص ده بيدور على لحظات يسرقها معاك، والشخص ده هيمر بكارما شديدة جدا بسبب أنانيته وعدم تمسكه بأي شيء، يعني عدم يعني تخليه عن أي حاجة، ومش عايز يخسر أي حاجة، عايزك تبقى موجود في حياته من غير ما يخسر أي حاجة، فالطمع ده هو اللي هيخليه يخسر في الآخر. شايفة إن الشخص ده يعني هيحاول يتواصل معاك، بس العقبة أو المشكلة اللي ما بينكم لسه ما اتحلتش، ولو انت بتطلب من الشخص ده إنه يكون صريح، فأنا شايفة إن الشخص ده كذاب ولسه ما تعدلش وشخصيته ما اتغيرتش برضه،
خدلك رسايل منه. امتى طاقة الرجوع؟ انا شايفة فيه يعني طاقة مبادرة ورجوع من الشخص ده في شهر 11، وفي يعني شهر 11 ده نسبة 70% من اللي بيسمعوني. في نسبة 12% الشخص ده هيرجع في بعد شهر 1 أو يعني في بداية شهر 12. في ناس خاصة مواليد برج الجدي أو الأبراج الترابية ممكن الشخص ده يرجع في شهر 1. عندي هنا برج الجدي والحوت والدلو والحوت والميزان والعذراء، العذراء والدلو، السرطان والعذراء والأسد. عندنا هنا الأسد والعقرب والثور. في طاقات كتير موجودة على فكرة. وعندي هنا برج القوس، برج العقرب مرة تانية، برج الدلو. بيقولك أنا يعني عايز نكون أكتر من مجرد أصدقاء، أنا دايما براجع الشات والمحادثات ما بينا، أنا عارف أنا مشتاق لكل حاجة، احنا هنكون مع بعض مرة تانية، التواجد معاك بيساعدني حاجات كتير أوي، بتفكرني بيك، انت أفضل حاجة في حياتي، أنا بحاول أكون شخص كويس، حاول براحتك بقى قبل ما توصل نكون شوفنا غيرك يعني. طيب يلا نشوف اللي اختار الحجر البينك. خلينا كده نشوف يعني علاقتك بحبيبك هتبقى عاملة ازاي. حط شخص في بالك ويلا بينا نشوف نتيجة اتحادك بيه او علاقتك بيه هتبقى عاملة ازاي. اول حاجة خلينا كده نشوف طاقتك، يلا بتسمعني، طاقتك ايه في الوقت الحالي. اللي اختار الحجر البينك، طاقتك انت ممكن عندك افكار ابداعية، متحمس لحاجات معينة، عمال تخطط وتفكر لحاجات معينة، حاسس ان الحاجات دي هتنقلك نقلة تانية، هتخليك في اوضاع مالية افضل، هتحققلك طاقة استقرار. ممكن لو بنت فانت حاسة ان في حاجة موقفاكي عن طاقة الزواج او الاستقرار. ممكن لو ام فانتي حاسة ان في حاجة بتمنعك عن الخلفة او في طاقة اسحار او حاجة. عموما انت في طاقة انسحاب، ما عندكش طاقة تقوم تعمل حاجة في الوقت الحالي، ولكن انت قاعد بتفكر في مستقبلك، في حياتك، بتخطط للي جاي، بتحاول تتخلص من العقبات او المشاكل اللي في حياتك. عندك طاقة حماس وإبداع، بس لسه ما عندكش الشغف انك تقوم تحقق الأفكار دي في الوقت الحالي، لأن ممكن مرهق نفسيا أو تعبان. ولكن انت عندك أفكار حلوة، طول الوقت بتفكر وبتخطط لقدام، وعندك تفكير متميز عن الآخرين، مثقف، حد مبدع، حد روحان، حد عندك نظرة وبعد كبير قوي، حد واثق ان ربنا يعني كاتب لك مستقبل كويس قوي. ولكن انت بتمر ممكن بفترة فيها ركود أو اكتئاب، انسحاب للتخطيط والتفكير، تعبان، بترتاح ممكن. طيب خليني كده أشوف وضعك في العلاقة مع حبيبك. وضعك في العلاقة مع حبيبك عامل ازاي؟ انت شايف شريك حياتك ازاي؟ انت شايف الاتحاد ما بينكم عامل ازاي؟ ايه اللي بيقوي الرابطة ما بينك وما بينه؟ ايه اللي بيضعف الاتحاد ما بينك وما بينه؟ طيب اول حاجة وضعك انت في العلاقة، وضعك واضح ان انت يعني شلت كتير مسؤولية العلاقة دي لحد ما اتضغطت، واضح ان انت اللي كنت بتقدم كل الادوار في العلاقة، كنت شايل مسؤولية الحفاظ على العلاقة لفترة طويلة، كنت بتحاول دايما تمشي الامور في العلاقة لحد ما تعبت يعني. العشر احمال انت شلت كتير قوي لحد ما ظهرك انحنى في العلاقة دي، يعني انت استحملت كتير قوي، وعلى امل ان الشخص ده يحس بيك او يشوف الصعاب اللي انت بتمر بيها، يتحملك او يفهم انت تعبان من ايه، يشوف ايه المشكلة ويحلها. مفيش يعني، واضح كمان ان انت مريت بمشاكل كتير قوي مع الشخص ده، وكل مرة الشخص ده كان بيحاول يسيطر
عليك. انت حاولت كذا مرة تهديه تحتوي طباعه الصعبة، ولكن مفيش فايدة. الشخص ده كلامه القاسي مش عارف تنام من التفكير في حدة كلامه أو كلام الصعب اللي الشخص ده كان بيسمعهولك. انت حاسس ان العلاقة دي يعني أرهقتك جدا وخرجت عن سيطرتك. انت اديتها رعاية واهتمام كبير أوي، بس دايما كنت بتقع في مشاكل مع الشخص ده مهما حاولت تحتوي الموقف أو حاولت ان انت يعني ما تعملش مشاكل، كنت برضو في الآخر بتلاقيك وقعت في مشاكل مع حبيبك. فانت مش عارف تعمل ايه يعني عشان تتعامل مع الشخصية دي. انت يعني كل أساليب التعامل فشلت مع الكائن ده، فانت مش عارف تعمل ايه يعني. طيب خليني كده أشوف انت شايف شريك حياتك ازاي. والله انت شايفه حد يعني أناني جدا، وأهم حاجة عنده هو سعادته هو وراحته هو، مش بيفكر في الشريك اللي معاه، هو بيفكر في نفسه وفي ذاته بس. إنسان يعني انت شايفه ان هو حد نرجسي جدا، وبعد ما لاك طاقة سلبية وخلاك مضغوط بقى يتريق على الضغوطات اللي انت فيها او على نفسيتك اللي مش، مع ان هو اللي حولك لكده. يعني بعد ما مثلا انت كنت حد فرفوش ودم خفيف جدا، دخلت العلاقة مع الشخص ده كنتوا بتضحكوا وتهزروا لحد ما الشخص ده يعني استفزك بأفعال كتير أوي، فاضطريت إن انت ترد أو تتكلم، فأصبح يقولك لا ده انت حد نكدي، ده انت كذا، ده انت كذا. فالشخص ده ملاك طاقة سلبية وفي الآخر سخر منك أو اتريق عليك إن انت يعني لما تعبت بسببه يعني. فواضح إن هو حد يعني أناني جدا و نرجسي. ممكن يتكلم عليك في ظهرك بطريقة مش حلوة. شايفة الشخص ده يعني واضح برضه انه حواليه ناس كتير مش بتحبه، مخانق مع ناس كتير، فهو حد دايما في طاقة صراعات مشاكل. ممكن بسبب لسانه بيعمل مشاكل كتير مع أصحابه في العمل. ممكن يكون تحت أمرة أو سيطرة حد نرجسي، ولكنه بيتظاهر بالحرية مع إن في حد متحكم فيه ومسيطر في حياته. فده حد واضح إن هو برضه مش مدرك لصعوبات الحياة أو مش متحمل للمسؤولية، حد مستهتر ومهمل جدا، حد يعني بيراكم المسؤوليات وعنده طاقة تسويف عالية، يعني بكرة أعمل بعده أسوي. فده حد مش متحمل المسؤولية، من الناس اللي عايشة تحت دور الضحية والحياة صعبة والمعيشة غالية وأعمل إيه، مع إنه ما بيعملش أي حاجة أصلا يعني. فده حد مهمل جدا. انت شايفه حد يعني تعبك، وحد العلاقة معاه سامة، وحد مفهوش خير، مفهوش بذرة خير، وانه يبان عفوي ودمه خفيف وفي البداية تتغش فيه. انت شايف كده انه في البداية كان حاجة وفي الاخر قلب لوش تاني قذر يعني. طيب انت شايف نتيجة الاتحاد او شايف العلاقة دي عاملة ازاي؟ والله هو انت مشكلتك ان انت حد يعني ايه، عايش بعقلية الندرة، أو كنت شايف إن هو ده الشخص المتاح فكنت متمسك بيه جدا وكنت شايفه فرصة ذهبية، وممكن هو كان الوحيد اللي موجود في حياتك، فأنت كنت متمسك بيه وحذر جدا في التعامل معاه، كنت بتخاف أوي إنك تخسره أو إن العلاقة دي تنتهي أو إن الشخص ده يبعد عنك ولو ليوم. كنت متمسك بيه جدا ومتعلق بالشخص ده وشايف إن هو فرصتك للجواز أو للارتباط، وكنت خايف إن يحصل أي حاجة فجأة العلاقة دي تنهار أو يحصل بلوكات أو الشخص ده يبعد عنك، فكنت دايما بتضحي عشان الشخص ده يفضل موجود معاك. لأن انت كنت مفكر إن سعادتك موجودة مع الشخص ده، يعني بدأت تتعلق بيه جدا ومش شايف الزواج غير مع الشخص ده، إن انت مش عايز ترتبط أو تتجوز غير بالشخص ده بالذات. ف دي رؤيتك ليه؟ انت شايف ان انت يعني
بس انت اكتشفت ان دي اوهام وبدأت تتحرر وتفوق منها وبدأت تكون حذر، بس ده في الفترة الأخيرة. بس في بداية العلاقة انت كنت شايف الدنيا وردي قوي ما بينك وما بين الشخص ده، وان الشخص ده سبب سعادتك يعني. طيب ايه اللي بيقوي العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده؟ والله هو اللي كان بيقوي العلاقة دي هو حدسك انت، ارشادك الداخلي. انت حد مستنير روحيا، حد روحاني، حد حساس جدا وبتحس بالآخرين من غير ما يتكلموا، حد متعاطف جدا، عندك طاقة إيجابية عالية ومبتخلصش، بتعتني بالآخرين كلهم وبتحس بيهم من غير ما يتكلموا. فهو ده اللي كان مقوي العلاقة دي، هي روحانياتك انت كشخص يعني، وذكائك الشديد وحدسك يعني. هو ده كان سبب تقوية العلاقة دي. والانجذاب الجسدي القوي. ايه اللي بيضعف الاتحاد ده او العلاقة دي؟ والله هو اللي بيضعفها هو يعني عند الشخص ده، او ان الشخص ده يعني عنيد جدا وعايز يمشي العلاقة بمزاجه. عايز مثلا تتكلموا وقت ما يكون في انجذاب جسدي فقط، عايز يعاملك على ان انت حاجة من ممتلكاته، عايز يتحكم فيك، عايز يمشي العلاقة بطريقته هو النرجسية تخدم مصالحه هو. فالتحكم والسيطرة، ان كل واحد عنده اهداف مختلفة، هو ده يعني اللي بيضعف العلاقة ما بينكم. وطباع الشخص ده ان هو حد متهور جدا واندفاعي وغلاط، ممكن بيشتم كتير، بيتكلم بطريقة مش حلوة، عصبي جدا، عايز اللي هو عايزه بس، اناني. فهو ده يعني اللي بيضعف الرابطة ما بينك وما بين حبيبك. انت عايز ايه من الشخص ده، او ايه طموحاتك في العلاقة دي؟ والله هي طموحاتك ان انتوا تتجاوزوا المشاكل والخلافات اللي ما بينكم وتوصلوا للسعادة، الاتحاد، وانتم متشافين وسعداء. عايز وضوح، عايز حل للخلافات والمشاكل اللي ما بينكم، بس حل يكون حقيقي وواضح وصريح يعني، مش لف ودوران، مش نيجي نقرب من بعض ونتخانق مرة تانية. انت عايز تواجد بسعادة، مش يبقى فيه ان هو. طيب يعني ايه اللي انت خايف منه في العلاقة دي؟ مخاوفك ايه؟ والله انت خايف انك تكون بعد ده كله او بعد العمر اللي انت قضيته في العلاقة دي، ان الشخص ده يطلع شخص مخادع، شخص كذاب، شخص كان بيضحك عليك ويستغلك. مش قادر تتقبل الحقيقة دي، وهو ده اللي خايف منه، ان انت يكون اتضحك عليك كل السنين دي، او ان الشخص ده لما بيبعد عنك بيكون سعيد، انه حد بيستغلك. خايف جدا وقلقان من الفكرة دي، ومش عارف ازاي بيقدر يسيبك وحيد او يبعد عنك. مهمتك انت في العلاقة مع حبيبك ايه؟ والله مهمتك انت في العلاقة هو ان انت اللي كنت بترعى الشخص ده، تهتم بالحاجات اللي تحط أسس متينة للعلاقة دي تمشي عليها. كنت انت اللي بتخطط لمستقبل العلاقة دايما. انت اللي كنت بتمشي العلاقة لقدام، بترسم لها أهداف عشان تستمر. كنت انت اللي بتهتم جدا بالشريك وبالعلاقة وبتغذيها عشان تستمر، لحد ما انت يعني ايه قررت تمشي لما حسيت ان مفيش امل يعني، وان مشاعرك بتروح على الفاضي. مهمة الشريك ده في العلاقة دي ايه؟ والله هو مهمة الشخص ده ممكن كانت ان هو يحسسك بالرفض، او يرفضك عشان طرف تالت، او ينهي العلاقة معاك. ممكن الشخص ده كان طول الوقت يعني بيخاف ان هو يظهر لك مشاعره بسبب وجود اطراف تالتة في حياته، لو هو متزوج. لو مش متزوج فممكن والدته هي السبب. فشايفة ان الشخص ده دايما كان رافض الحب معاك، او رافض انه يعبر لك عن مشاعره، كان دايما يحسسك انك قليل، يرفضك، ينهي العلاقة معاك لأسباب مجهولة.
فالشخص ده كان طول الوقت بيزرع فيك جرح الهجر والفقدان، لان انت كنت دايما بتحس ان الشخص ده هو النسخة الوحيدة اللي لو سبتها هتخسر كتير، وكنت متمسك بيه لأبعد الحدود ومتعلق بيه، ومن فكرة تخاف ان انت تخسره، فكان الشخص ده دايما بيعيشك في جرح الهجر اللي انت كنت بتخاف منه. نتيجة العلاقة او الارتباط مع الشخص ده ايه في الاخر؟ والله هو نتيجة العلاقة دي ان انت هتصبح شخص بيلتقط الرسائل الكونية، حد روحاني، هتوصل لأهداف تانية بعيدة خالص عن الشخص ده، هي ليها علاقة بالعلوم الروحية، ليها علاقة بالشفاء، ليها علاقة بتحرير صدمات الماضي، التشافي، القوة الداخلية، كلام الناس ما عادش يأثر فيك، رأي الناس فيك ما بقاش يأثر فيك، هتلاقي هدفك في الحياة، هتنجح في حياتك، هتعمل تغيرات كبيرة في حياتك، هتوصل لأحلام وطموحات كبيرة جدا، عقلك هيبقى مستنير قوي. فشايفة يعني نتيجة العلاقة دي هتعرف يعني ان الشخص ده ما كانش يستاهل ربع الاهتمام اللي انت عطيتهوله، وهتتعلم بعد كده ما تزرعش في ارض غير ارضك، ولو لقيت شخص مرتبط اعرف ان العلاقة دي ما فيهاش فرصة ليك، او انه الحاجة دي مش ليك، مش هتحاول في حاجة ميتة، مش هتحاول تصحي حد ميت، فهتحاول بعد كده تحط مجهودك وعطائك الكبير في اللي يستحق، وتستثمر في المكان اللي يستحق ده. شايفة كمان هتعرف ان الفرص لا محدودة، وان الحاجة اللي انت كنت متمسك بيها هي ومفكرة ان هي حاجة مهمة، في الأهم منها وفي الأحسن منها بكتير. شايفة عندك طاقة زواج واستقرار واتحاد مع حد، يعني هيكون ليك معاه سعادة قدرية، ده قدرك ونصيبك. شايفة الشخص ده ممكن يظهر في حياتك، ده حد جديد بعيدا عن الشخص ده، نتيجة اللي تشافيك لما تبطل تتعلق بالشخص ده أو تفكر فيه. ده شخص مستقر جدا ماديا، ممكن يكون مدير بنك، أو مستقر ماليا، حد وضعه المالي كبير، ممكن يكون برج ترابي. شايفة ليك زواج واتحاد مع الشخص ده، ممكن عندي هنا طاقة زواج أو اتحاد رسمي في شهر 4 من 11 ل20 أبريل. شايفة يعني اتحاد مع حد ممكن يكون من برج الأسد أو برج ترابي، هو عيلته مرموقة جدا، وده هيكون زواج في النور وقدام الجميع، وطاقة زواج وترسيم رسمية، وهتعرف ان الشخص ده ما كانش يستحق ربع الاهتمام اللي انت عطيتهوله، وان ده حد فعلا نرجسي، وكان بيحاول يسيطر عليك أو يغريك جنسيا أو جسديا عشان تفضل موجود معاه. هتعرف انك اهتميت بيه وفي الآخر ما حصدتش منه حاجة، انت كنت بتزرع فيه طاقة وفي الآخر يروح يديها للطرف التالت، يعني هتفوق كتير من الأوهام دي. يعني شايفة عندي هنا طاقة كوكب المشتري، برج الجوزاء، عندي هنا برج الحمل والثور والجوزاء، الجدي، السرطان، الأسد، العذراء، الجدي مرة تانية، السرطان، الجوزاء، الثور، العذراء، الأسد، القوس والحوت، الحمل، الدلو، العقرب، الجوزاء، الأسد، الحوت. اكتب في الكومنتات استقبل الطاقة. يلا بينا كده عشان قراءة تنساق مع خلينا اخد لك رسائل من الشخص اللي انت حطيته في بالك. بيقولك انا عارف ان ده غلطي، وان انا لومتك على اخطائي، احنا كنا محتاجين نبعد عن بعض شوية، انا خايفة اتواصل معاك في الوقت الحالي، انا بعدت لما لقيتك مع حد تاني، انا بدأت افهم علاقتنا، انا مش قادرة ابطل تفكير فيك، انا ممتنة للدروس اللي اتعلمتها في العلاقة، انا يعني بحاول ابذل مجهود كتير في الشغل عشان انساك، انا عارف ان انا مش الشخص المناسب ليك، انا بحبك، انا عايزة احس المشاعر اللي بحسها معاك دي مرة تانية،